السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن مباراة القمة، المباراة المنتظرة اللي هتحدد هل الأهلي هيبقى متصدر أو في منافسة تصدير أو متصدرين الدوري، ولا هنفضل في المركز الثاني. مباراة مهمة جدا، مباراة احنا ذات نفسنا ما بنقلقش منها، لأن احنا عارفين احنا على إيه، وعارفين كويس قوي الأهلي على إيه، وفي الماتشات بتاعت الزمالك بتبقى على إيه. احنا عارفين إن الأهلي والزمالك دايما الأهلي يعني الزمالك دي لعبته متعة، احنا بالنسبة لنا الزمالك متعة، نقدر ناخد وندي معاه براحتنا. ان شاء الله باذن الله نتكلم عن كل حاجه، نتكلم عن الاجواء اللي في الزمالك حاليا، من اخطر اللعيبه، هل في لعيبه اصلا خطيره بيسيروا، وايه الدنيا معاه، مين اخطر لاعب في الزمالك اللي لازم نعمل حسابه. وعشان تعرف المعلومه دي لازم تفضل لغايه اخر ثانيه في الفيديو مالناش دعوه، عشان نضمن ان انت اتفرجت على الفيديو، وطبعا ترزع لنا اللايك المتين. يا ريت لو انت بتتفرج على الفيديو بتاعنا من عن طريق الفيسبوك تدعمنا بلايك وشير للفيديو. لو انت بتتفرج عن طريق اليوتيوب ما تنساش سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو برده. ولو انت بتتفرج عن طريق تيك توك او انستجرام ما تنساش الفولو لينا، وان شاء الله هنرد لك الفولو. ويلا بينا نبدا ليله مباراه الاهلي والزمالك في كلاسيكو افريقيا. هنتكلم دلوقتي عن نقاط قوه الزمالك. الزمالك شكله عامل ازاي، ومين هو اخطر لاعب في الزمالك لازم نعمل حسابه. مبدئيا كده يعني نتكلم عن بيسيرو بس لوحده. بيسيرو من اول ما مسك الزمالك ما بقولوش لغايه دلوقتي تقريبا ماتشين ولا ثلاثه. بيسيرو من ساعه لما مسك الزمالك وهو احنا من وجهه نظرنا هو بيلعب على حاليا بيلعب على اللي هو ايه، يعني في الوضع الامن. هو اتفرج على الزمالك اخر مثلا 6 7 8 منتشر، قال لك ايه، لا انا مش هجازف. انا عارف، انا في واحد بس انا عارفه في الفرقه كلها، عبد الله السعيد، كان بيدربه من ايام الاهلي. فقال لك بقى، عبد الله السعيد عنده كام سنه؟ ان شاء الله يكون عنده 60 سنه. تعالى انا عارفك حبيبي، تعالى بالحضن. راح باسه بوستين قال له تعالى انت لسه يا ابني عندك فيها النفس، فيك نفس؟ قال له اه. راح واخده ومحوله كمحور ادائي، هو المحور الادائي الاساسي للزمالك الهجومي. اخطر لاعب في الزمالك هو عبد الله السعيد، خصوصا في ظل غياب ناصر ماهر برده، يعني عشان برده ناصر ماهر غايب بسبب الايقاف، فقال لك لازم هنعتمد على الراجل ده، هو كان لاعب الاساسي بتاعه. لان هو طبعا بيسيرو ما دربش ناصر ماهر، هو مدرب عبد الله السعيد، وعارف عبد الله السعيد وعارف خطورته، واتفرج له على فيديوهاته واتفرج بقى الدنيا ماشيه ازاي. اداله ادوار مركبه. يعني ايه ادوار مركبه دي؟ انا هشرحها دلوقتي. مبدئيا نبتدي من ورا لقدام. هنتكلم عن 6 نقاط قوه للزمالك لازم نعمل حسابها بكره. عرضيات بن طايق. عرضيات بن طايق طبعا كلنا عارفين بن طايق من افضل اجنحه الشمال اللي في الدوري المصري. لعيب سريع، لعيب باك شمال، لعيب سريع، لعيب مهاري، لعيب مش حزين. حط تحت كلمه حزين، مش حزين دي 100 خط، لان هو هادي وريس، واللعيبه الحريفه تقلق منها. شماله طبعا طرش، عرضياته متقنه 100% من اللعيبه الرفيعه الطويله اللي تقدر ايه تعدي واحده واحده بسهوله جدا. عرضيات بن طايق. محمد هاني الو حاجبين كده، محمد هاني الو محمد هاني لازم يخلي باله، لان كده كولر احنا عارفين كولر ومحمد هاني كده اخوات مش هيحلوا. لو كولر هيبدا ب4-3-3 خطتنا الاساسيه، محمد هاني هو اللي هيبقى في ناحيه بن طايق. لازم محمد دلوقتي اتحولنا، ركز عشان نتكلم عن 3-5-2. محمد هاني في 4-3-3 هو اللي هيبقى 1 مع بن طايق مباشر دايركت، محدش هيغطي معاه الا طبعا لو كولر ادى واجبات للجناح ان هو يغطي. بس عامه 90% من السيتويشنز اللي هتبقى موجوده او الحالات اللي هتبقى موجوده، محمد هاني هيبقى في وش بن طايق لو لعبنا 4-3-3. محمد هاني لازم يركز، لان بيبقى فيه مساحات وراه شوارع، واحنا عارفين غلطات محمد هاني جدا في الدفاع. انما لو هنلعب 3-5-2 ازاي نقفل على بن طايق؟ من وجهه نظرنا لازم كولر نص الملعب اليمين، او اللي هو الباك الوهمي، انا بتكلم بمنتهى الصراحه، اللي هو حسين الشحات، يعني اللي هو من الاخر حسين الشحات، الباك الوهمي او نص الملعب اليمين لازم يقفل مع محمد هاني صرف. ودي حاجه احنا قلقانين منها، لان جبهه محمد هاني وحسين الشحات دايما كارثيه. الاثنين دفاعهم شوارع، مفيش حد فيهم حرفيا بنسبه 100% محدش فيهم بيبقى مركز خالص في الدفاع. فانت لو هتعمل كده يا تشوف بقى هتعمل ايه، يا تستعين باكرم بدل ما، والله العظيم انا من راينا الشخصي، لو انت هتلعب 3-5-2 طلع محمد هاني ونزل اكرم. على الاقل انت منزل واحد يعتبر قلب دفاعه باك يمين، يعتبر ذكر شويه عن محمد هاني ان هو يقفل مع حسين الشحات. انما لو هتلعب 4-3-3 تلعب محمد هاني عادي جدا، ولازم تركز، محمد هاني لازم يركز قدام محمود بن طايق. عبد الله السعيد بيمين ناحيه الشمال في خطه بيسيرو. عبد الله السعيد ما بيلعبش في نص الملعب، بياخد ادوار مركبه، منها ان هو بيلعب جناح، مش جناح صريح انما جناح مساعد للباك، ان هو بيمين ناحيه الشمال، وبياخد ادوار كتيره جدا ان هو يمين ناحيه الشمال، وبيبدا يتعامل كانه جناح. بس دي احنا من وجهه نظرنا عبد الله لعيب نشيط، ولو ان هو لعيب حريف ما كانش هيعمل اداء في المركز ده. لكن احنا من وجهه نظرنا عبد الله في نص الملعب اخطر مليون في الميه
من الجناح. فدي لازم نعمل حسابها. ودي نقطه قوه ليه، لان عبد الله السعيد ناحيه الشمال، فانت كأنه الصناعه بتاعك مفتوح، انت كده حرفيا بتقول له يلا فهمي، يلا يا لالا، يلا عبد الله خش هاجم، في هجوم، في زحف. مفيش حد بقى اللي يعمل لك تغطيه بقى. مفيش تغطيه دفاعيه نهائي. انت عبد الله السعيد قدام، فانت جاي رامي كل اجنحتك قدام، وانت كده بتقول بالبلدي يعني هاجموا الاهلي احنا مش شايفينكم. فطبعا اللي بيعمل كده بياخد على عينه على طول قدام الاهلي. زيزو بيخش كمهاجم تاني، ودي نقطه قوه للزمالك. هتقول لي ليه؟ اقول لك ايه، كده بالونه. زيزو بالونه ناحيه اليمين. لا بس ما تديلوش برضه، يعني ما تديلوش اوعى تديله اهميه ان هو يستلم جوه ال 18 ويسدد، اوعى، لان هو الفينش بتاعه طرش. فدي نقطه قوه ونقطه ضعف في نفس الوقت. فزيزو في خطه بيسيرو بيخش كسكند سترايكر او مهاجم تاني جوه ال 18. عبد الله السعيد بيلعب جناح، ما بيلعبش في نص الملعب اغلبيه الادوار. ودي تاني نقطه قوه معانا بعد نقطه بنتايك، ان هو عرضياته سم. الكرات الثابته بتتلعب من زيزو دايما على القائم القريب، وغالبا بيبقى حسام عبد المجيد هو اللي بيجي على القائم القريب يرفعها كده لورا، تيجي في اي لاعب بقى. فدي برده نقطه قوه للزمالك، ان هو بيلعب عرضيات الزمالك دايما في الكره الثابته وفي الركنيات بتبقى على القائم القريب. الكرات من نقاط القوه الاساسيه للزمالك عبد الله السعيد لازم يتمسك مان. في نقطه يا جدعان هنا معلش، ما تديلوش برده كامل الحريه، مش معنى احنا بنقول بيلعب جناح ان انت تديله كامل الحريه ان هو يستلم في نص الملعب، لان الاوفرات بتاعته احسن لاعب في مصر بيعمل اوفرات، يعني الاوفر اللي هو الطويل ده، يعني مش هضحك على بعض، نار. ما تديلوش، اوعى تديله المساحه. انا عنده 40 سنه ودي فين تاني؟ قسما بالله من ساعه لما مشي من هنا مفيش حد يجي يعوض مكانه. قسما بالله بقول لك بمنتهى الصراحه، صالح جمعه لو كان لعب كان هيبقى احسن من ابو تريكه، بس هنعمل ايه؟ صالح جمعه انت عارفين اللي فيها. ما تديلوش الاهميه انه يستلم عشان بيعمل الاوفر داخل ال 18. طيب دي نقاط القوه للزمالك. نقاط الضعف ايه هي يا ترى؟ نقاط الضعف بتاع الزمالك ان احنا نقدر نستغلها، غير ان هي اصلا دي لعبتنا، فاهم؟ زيزي حبيبتنا كلنا، حبيبه الملايين كلها والله. بس ايه هي نقط الضعف اللي لازم نستغلها عشان خاطر مش هنعتمد في كل ماتش يعني على الروح. احنا لو نعتمد على الروح 100% مش هنخسر ماتش، لازم يبقى فيه اساسيات. من نقاط الضعف ان احنا لو لعبنا على التحرك بدون كوره خلف المدافعين، عندك حسام عبد المجيد والونش ما شاء الله فله قشطه، ضاربين مخلل الاثنين من ساعه لما الونش رجع. كده حسام عبد المجيد اصلا 24 ساعه مخلل، مفيش تناسق، مفيش انسجام ما بينهم خالص. الونش بيتحرك تحركات غلط، سوء تمركز ما بين الاثنين. اسوأ اثنين مدافعين في الدوري كل امان، اسوأ اتنين مدافعين، خصوصا الونش من ساعه لما جه من الاصابه هو مش مركز خالص. فاحنا لازم نلعب على نقاط الضعف دي، وان احنا نلعب على الكرات خلف الاثنين دول. لازم تتحرك بدون كوره، بس كل اللي احنا محتاجين ان انت تتسلم وتجري، هتعرف تضرب خط الدفاع. بس دي يعتبر كده 6 نقاط ضعف للزمالك. اول حاجه محمود بن طايق لازم نقفل عليه، قوه للزمالك لازم نقفل على محمود بن طايق. عبد الله السعيد بيلعب جناح في خطه بيسيرو، ما بيلعبش نص ملعب، لازم نقفل عليه وما نديلوش اريحيه ان هو يستلم في نص الملعب. زيزو بيخش كمهاجم تاني في معظم الاوقات، بلاش الضرب اللخمه اللي احنا بيبقى فيها دي. لو زيزو استلم جوه ال 18 وشاط شوطه الله تصيف للشناوي. في النقطة الخامسة معانا ان عبد الله السعيد لازم يتمسك، لان هو واخد حرية حركة ناحية الشمال، ان هو بيلعب جناح وهمي او جناح اللي هي ادوار مركبة، لازم يتمسك لا اما مان لا اما نخلي بالنا منه. من نقاط القوة لازم، نقاط الضعف اللي لازم نستغلها حسام عبد المجيد والونش الاثنين من اسوأ المدافعين اللي بيتمركزوا في الدوري. لازم نلعب على كرات خلف الاثنين مدافعين، وبكده احنا خلصنا نقاط ضعف الزمالك. نيجي للجزء الثاني معانا في الفيديو، وهو نقاط قوة وضعف حبيب قلبنا النادي الاهلي. ده اللي يخصنا بقى، ده اللي يخصنا. خش رزق عندنا والله، خش رزق الله، كله يهمنا. خش. اول نقطه قوه للنادي الاهلي اللي المفروض نعملها بكره علشان خاطر نعرف نكسب، الضغط العالي. طبق مبدا الضغط العالي على فريق مهلهل، فريق اتغير المدرب بتاعه لسه من كام ماتش، فريق عنده غيابات كتير، عبد الرزاق ناصر ماهر، فريق عنده دونجا في نص الملعب صباح الفل يعني. فالعب ضغط العالي، طبق مبدا الضغط العالي، دوس على طول طول الماتش يا اسطى، والله بجد طول الماتش. قسم مجهودك عادي، الزمالك بيحضر من تحت، ابدا ضغط عالي، العب كل واحد مان تو مان على طول، ما تخلوش يستلم، اضغط وروح هاجم، ضغط عكسي، هتروح هتضيع هجمات، هتفقد الكوره، اول ما تفقد الكوره على طول اكبس على طول. سجلنا منها والله الماتشات اللي فاتت، عملناها حلوه قوي، سواء كان من جراديشار او عملناها سجلنا من جراديشار قدام بتروجيت، وسجلنا والله قدام فرق كتير. فانت ضغط عالي ضغط عكسي على طول، ضغط عكسي على طول. انت مثلا بتروح تهاجم الكره فقدت الكوره على طول ضغط عكسي على طول في ظهر المدافع، هتاخد الكوره ان شاء الله. تجميع اللعب واللعب من على الاطراف، يعني ايه؟ يعني انت لازم تبدا تجمع لعبك انك تلعب على الاطراف عشان تفضي مساحه ورا الاثنين المدافعين اللي قلنا عليهم، اثنين مدافعين سيئين جدا. فجمع لعبك ويلعب على الاطراف وتحرك بدون كوره، هتعرف تسجل بسهوله.
خطه 3 5 2 اقلب خطتك 3 5 2 من اول المباراه، ما تلعبش الخطه بتاعت 4 3 3 3 5 2. خطه مرنه جدا، بتعتمد ان انت تعمل عرضيات كتير، بتتحرك بدون كوره، بيبقى في عمليه روتيشن للعيبه هنتكلم عليها دلوقتي. فالعب 3 5 2، طاير الباكات بلاش خوف، بلاش خوف. مش اللي هو لا انا مش هجازف والعب 3 5 2 قدام الزمالك. ايه المشكله؟ احنا ما بنلعبش في بطوله انتر كونتيننتال اللي احنا خسرناها، احنا بنلعب قصاد الزمالك. العب يا صاحبي، العب بخطتك. انت بتلعب قدام الاسماعيلي، مش عايز تلعب قدام الزمالك كده، ماتش مهم. لعبت قدام سموحه، ولعبت قدام بروجيكت، ولعبت قدام مودرن سبورت بالخطه دي. طيب باكاتك يا صاحبي اللي هو هيبقى الشحات والدبيس، وخلي امام وجراديشار يتحركوا في كل حته في الملعب، والعب عرضياتك وهتسجل ان شاء الله. لا مركزيه للثلاثي الامامي، الشحات، امام، جراديشار. جراديشار قلنا خلاص مهاجم كلاسيكي، مهاجم تكتيكي من الدرجه الاولى، لازم يبقى فيه لا مركزيه للثلاثي الامامي. امام يطلع، امام ما تعتمدش على امام ان هو يبقى جناح على طول، لا امام هيخش جوه ال 18 كتير، هتخلي جراديشار هو اللي يطلع عشان الشحات يضم يفضي مساحه ورا خط ظهرهم. لازم يبقى فيه لا مركزيه للثلاثي. تمام. عرضيات مكثفه، عرضيات حسين الشحات دوا، حسين الشحات جناح يمين لا خلاف عليه المفروض بكره ان شاء الله. عرضيات مكثفه سواء كان من حسين الشحات اللي بيعمل عرضيات كويسه جدا، او كريم الدبيس اللي بصراحه ما شاء الله مش بشكل كويس قوي اول الفتره الاخيره. ما تبداش بكوكا، ما تهبلش، ما تخريش. تمام. فابدا بكريم الدبيس، اعمل عرضيات مكثفه للثنائي امام عاشور وجراديشار اللي هيخشوا يعملوا زياده جوه ال 18. معاهم ايه بقى؟ نص الملعب الهجومي اللي لسه هنستقر عليه سواء كانت السوليه او نشوف هيبقى مين، بس المهم كثف عرضيات، كثف عرضيات. دفاع مهلهل، الونش راجع من الاصابه تايه، اصابتين قويه جدا، صليبي 2 رباط صليبي فتايه. حسام عبد المجيد على الله حكايته. فاعمل عرضيات، الاثنين سيئين جدا في التمركز، اعمل عرضيات كثيره. دخول ثنائي او ثلاثي هجوم جوه 18 قلنا نتكلم عليها. لو هتعمل عرضيه من ناحيه الشمال لازم هتخلي الشحات خلي في كثافه بقى، عايزين كثافه بقى جوه 18. ما تخليش فيه بدائيه، ما تخليش فيه بدائيه. عرضيه من ناحيه الشمال هتلاقي الشحات ضم جوه مع جراديشار وامام عاشور، ونص الملعب بتاعك من ناحيه اليمين برده دخل كريم الدبيس وخلي نص الملعب يخش مع جراديشار وامام عاشور. التسديد صبحي سيء جدا في التسديد، في التصدي للكرات البعيده. صبحي حارس متواضع جدا، سدد عليه كتير، امام بيسدد كويس قوي، مروان جاب واحده، احمد رضا لو بدا بكره ان شاء الله برده يسدد، كله لازم يسدد كتير جدا على الحارس ده. دي بالنسبه لنقاط القوه بتاعت النادي الاهلي. نقاط الضعف في السريع، الضعف بتاعتنا اللي بانت قدام فرق بتلعب عليه الكوره زي بتروجيت، زي الفريق بتاع الجزائر اللي في افريقيا، زي بيراميدز. بطء التحضير، بلاش بطء التحضير. نقاط الضعف بتاعتنا بطء التحضير خصوصا وقت الضغط العالي من الخصم. لو لقيت الزمالك بيلعب عليه ضغط عالي بكره وده اشك فيه، هيبقى في بطء تحضير مننا، ما مش عايزين الكره تيجي من ربيعه للعش لهاني لمروان، ارجع تاني ربيعه، عايزين ننام مننا الله يكرمك. حضر بسرعه واطلع من نص ملعبك، مش هيبقى عايزين في بطء تحضير. جابت محمد هاني سيئه جدا جدا دفاعيا، والشحات في 3 5 2. هاني والشحات سيئين جدا في الارتداد، وسيئين جدا جدا يا ابني، سيئين جدا جدا دفاعيا، وسيئين جدا جدا في المساحات. فجابت محمد هاني نأمنها بنص الملعب بتاعنا، احمد رضا او مروان او اللي هيلعب في نص الملعب، الثلاثي بتوع نص الملعب لازم يرجعوا يغطوا مع محمد هاني عشان الشحات بدنيا ضعيف مش هيرجع يأمن. جابت محمد هاني. طيب الاستعجال على انهاء الفرص، مع امام عاشور هيفكر كتير ان احنا بنلعب قدام الزمالك وهو متصدر هداف الدوري بنصيب 8 اهداف او 9 تقريبا، 9. فعايلك عايز اجيب جول العاشر وعايز ايه اخلص الماتش، ما تستعجلش، مش عايزين استعجال، مش عايزين رعونه. جراديشار ضيع فرص كتير قوي الماتش اللي فات، برده مش عايزين استعجال، عايزين تركيز، مش عايزين نقاط الضعف بتاعتنا الاستعجال، مش عايزين برود، لان جراديشار جاله كورتين فاهم، فكر مليون مره، فمش عايزين برود، انجز، عايزين نخلص الكوره بدري. تطويل الكوره في رجل العش، مصطفى العش معروف عنه ان هو لاعب كوير، مدافع بيحب يطلع بالكوره زي محمد عبد المنعم، فبيطول بالكوره. خلي بالك عشان هيبقى في ضغط عليك بكره، مش عايزين نطول بالكوره. مصطفى العش دي نقطه ضعف لينا، ان مصطفى العش بيطول فيها وبتقطع كذا مره وساعات بيتزحلق، فربنا يستر. الشناوي، محمد الشناوي، اتمنى تبقى كامل تركيزك بكره، لان انت ساعات بتسرح، تسديدات عبد الله مش هتسمع عليك، هي وزيزو. خليك فايق وصاحي وراسي كده وصد زي الماتش اللي فات، خليك مصحصح عشان نطلع ان شاء الله يا رب نطلع ب2 شيت. فدي كانت نقاط قوه النادي الاهلي اللي المفروض نلعب عليها بكره، ونقاط الضعف اللي لازم نخلي بالنا منها. نيجي للجزء الاخير بتاعنا، التشكيله المثاليه للنادي الاهلي من وجهه نظرنا. نلعب محمد الشناوي حراس المرمى ولا اله الا الله. نخلي بالنا يا شناوي، بلاش فزلات كتير، بلاش شعونه، بلاش ثقه زياده، فاهم يعني. اكيد الدكه لما قعدت على الدكه كذا مره شوبير، واكيد الهبو الجماهير اللي جه عليك خليك تتعلم ان انت كلنا زي بعض، مش هنيجي زي الحضر يعني، ولا زي ثابت البطر، ولا زي شوبير، ولا زي الناس دي، فاهم. فنلعب ونخليها على الله.
نلعب بثلاثه 5-2 ممكن ننزله زي اللي قلنا من شويه. نلعب بربيعه في النص، على اليمين محمد هاني، على الشمال مصطفى العش. قدام نلعب بخمسه احمد رضا اللي كان متالق جدا الماتش اللي فات، واللي احنا شايفينه ان انت لو مدرب ذكر نزله كل امان. مش هتنزله يبقى انت كده مدرب ما بتثقش في اللعيبه بتاعتك، وان انت كده بتهدم المواهب بتاعتك، وانت كده مش ذكر وخواف. حرام عليك بقى لو لقينا يعني اكرم وكوكا في نص الملعب، حرام تقفل قصاد مين يا صاحبي؟ انت عايز تقفل قصاد مين؟ تقفلنا احنا يا ما صاحبي. تعرفناش بقى. احمد رضا، مروان يلعب ليبرو او يلعب 6. نص الملعب الثاني او اللي جنب مروان واحمد رضا احنا بالنسبه لنا السوليه. قدامك عندك اثنين، اما السوليه اما الساعي. سيبك من اكرم وكوكا، وللاسف السوليه والساعي. ماشي هنتكلم عن الغيابات في عايز تخلي الساعي حل في الشوط الثاني تمام. عايز تبقى ذكر بزياده بقى، عارف انت كده تبقى ذكر بزياده وتنزل الساعي وتقلبها بقى زحف هجومي، اعمل كده. بس احنا ممكن نظرنا برضو ننزل السوليه برضو كابتن وبرضو خبره ويقدر يفيدك في ماتشات الزمالك. ناحيه اليمين الباك الوهمي حسين الشحات، وافضل مركز ليه من ساعه لما جه النادي الاهلي. افضل مكان لحسين الشحات من ساعه لما جه النادي الاهلي. طبعا غير بقى طبعا جناح اليمين دي ايام فايلر بقى اللي كان هداف فيها. ايام لا بص ايام فايلر، ايام الموسم الاول بتاع كولر اللي هو خد فيه اهداف افريقيا وايام فايلر برضه فاهم. فانت ارمي حسين الشحات ناحيه اليمين وخلاص، مالكش دعوه بقى هو هيعمل ايه. قدام اثنين امام عاشور وجراديشار المهاجم الكلاسيكي. ما نعرفش لسه هيبدا بجراديشار ولا وسام، بس اعتقد انه هيبدا بجراديشار. هيخلي وسام حل في الشوط الثاني عشان الاصابه بتاعته دي. الحاجه الثانيه برده عشان خاطر عايز ينفذ تكتيك معين، ووسام برده لسه ما خدش على اجواء التكتيك بتاع 3-5-2. هي دي التشكيله المثاليه من وجهه نظر النادي الاهلي. عايز اتكلم حاجه عن نقطه مهمه قوي. انت عندك ابرز الغيابات من هنا ومن هنا. قفشه طبعا لا خلاف عليه قدام الزمالك، يعني لو كان موجود كان هيبدا اساسي وش على السوليه وعلى الساعي تمام، فلا خلاف عليه. بس طبعا غيابه هيأثر علينا جدا لان هو بديل كويس ووجوده في الملعب مهم، وخصوصا قدام الزمالك لان هو اكتر لاعب في ال 11 عارف يعني ايه ماتش زمالك، وعارف يعني ايه جمهور بيحب قفشه في ماتش زمالك، فهو كان هيفيدك تمام. الغياب الناحيه الثانيه ناصر ماهر طبعا لاعب مؤثر، لاعب مهم جدا، والحمد لله ان هو مش هيلعب طبعا، الف سلام عليه. بس طبعا وجوده في الملعب هيسبب لنا ضرر كبير جدا مع عبد الله السعيد، يعني كانت هتبقى مشكله كبيره قوي بالنسبه لنا. ومحمود جهاد اللاعب اللي تألق قدام بتروجيت تمام. دي ابرز الغيابات هنا وهنا. وفي نقطه مهمه جدا اوعى تنسوها، اشرف بن شرقي هيخش القايمه وهيبقى بنسبه كبيره جدا هيبقى على البدله. مش معنى كده ممكن ما يبداش اساسي، ممكن يبدا اساسي، بس عارفين كولر وعارفين ان كولر ما بيحبش يجازف، فممكن تبقى حاجه غبيه بصراحه يبدا ليه اساسي قدام الزمالك الفرقه بتاعته القديمه. هتبقى صعبه. هيبقى عندنا على الدكه قويه جدا الحمد لله، وسام، اشرف بن شرقي، عندك بقى السوليه تمام طبعا مع غياب قفشه، فعندك بقى كوكا واكرم، فهم دول الدكه بتاعتنا، فربنا يسترها. ولو بن شرقي نزل طبعا هيبقى حل كويس جدا جدا الشوط الثاني. يعني تقلب خطتك 4-3-3 بقى، يلعب يا صاحبي، واجنحتك بقى صريحه مع امام بقى تحتيهم ووسام، ودمر بقى الدنيا كلها، دمر. العب بقى والعب كوره ودوس بقى، فريق فاضي. دي يعتبر كده قلنا قلنا كل حاجه للمباراه. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. يا رب يكون ما نكونش طولنا عليكم. وفي النهايه سيبك بقى من التكتيكات ولا الارقام ولا اي حاجه، الزمالك ده بتاعنا ولعبتنا، واحنا الاهلي وعايزين نضمن الدوري. ماتش زي ده مهم، الفرق بيننا وبين بيراميدز نقطه واحده. متاخرين بنقطه، لو لا قدر الله خسرنا وتعادلنا احنا كده هنعاني. لو تعادلنا يبقى فرق بيننا وبين بيراميدز نقطتين، ولو خسرنا لو تعادلنا وبيراميدز كسبت الماتش الجاي هيبقى فرق نقطتين، ولو خسرنا هيبقى فرق 3 نقط، ولو بيراميدز كسبت الماتش الجاي هيبقى حوار كبير قوي، هيبقى حوار وربنا يسترها علينا. استنى ان شاء الله فيديو تحليل بعد المباراه ان شاء الله اللي باذن الله نكون فزنا فيه. النادي الاهلي هيفضل فوق الجميع ورقم واحد في مصر وافريقيا. وتعالى يا هلال يا سوداني بقى ليك رؤى معانا، بس استنى بعد الماتش. سلام عليكم.